واحد السيدة موالفة كل صباح كتحط قدام الباب طبق ديال الخبز للناس المحتاجين في سبيل الله. وكان واحد الراجل كبير متشرد ومعروف باسم عمي أحمد هو اللي كيدوز كل صباح وكياخد هذاك الطبق ديال الخبز. وكانت كتعصب من اللي عرفات بأنه هو اللي ديما كياخد كل شيء وما كيخليش الفرصة لغيره. وقالت اشنو غادي ندير؟ غادي نسمم ليه الخبز باش نتهنى منه. وفعلا دارت هاد المرة الخبز وفيه السم. وقبل ما يجي ياخدو بدقيقة رجعت في كلامها وراجعت راسها وقالت اعوذ بالله اش هاد الحماق كندير. وبدلات الخبز المسموم بخبز عادي. وجا هاد المتشرد وخداه ومشى بحاله. ومن بعد رجع ولدها من المدرسة وفي يدو قطعة ديال الخبز. وقالت ليه شكون اللي عطاك هاد الخبز ومنين جبتيه؟ قال لها اللي عطاني هاد الخبز هو عمي أحمد. الأم تخلعات والأرض بدات كتدور بها وتفكرات الخبز المسموم اللي لو كان خلاته كان غياكلو ولدها.